لما بتتخرج على الصيف عالسومي انا لا امك ولا بعرفك، هيني بقول. عاصم مقدار يستعد لأداء الامتحانات بالجامعة. والظهور الأول لجنى مقداد مع التوأم جاد وإياد بعد فترة كبيرة جدا من الانقطاع على حساب والدتهم مروة حماد. السلام عليكم ورحمة الله. بعد فترة كبيرة جدا من الانقطاع من على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مروة حماد اليوم أسطوري على حسابها الرسمي لابنتها جنى أثناء ذهابها إلى المدرسة هي والتوأم جاد وإياد. زمان عن الستوريات معك. هذا الانقطاع والذي ظل لأكثر من شهر بعد أحداث القضية الفلسطينية. أيضا قامت مروة حماد بمشاركة الجمهور أسطوري العاصمة وهو يقوم بمذاكرة دروسه، وعلى ما يبدو أنه يستعد لأداء امتحانه في الجامعة. انا اطمن على الاخ اللي عنده امتحان على اساس. كما قالت مروة حماد بأن عاصمي ظل فترة كبيرة جدا في الجمعية للبحث عن المنتجات العربية فقط لشرائها للمنزل. لك امبارح كان عندك معاناة بالجمعية. وجدت بالذكر أن عائلة مقداد في حالة سكون تام من على جميع حساباتهم الرسمية منذ بدء أحداث القضية الفلسطينية، واليوم هو أول أيام ظهور استوريات على حساب مروة حماد الرسمي ومشاركتها هذه الاستوريات مع الجمهور اليوم، فهم جميعا في حالة حزن وتضامن شديد جدا مع أحداث القضية الفلسطينية لأنهم جميعا من أصول فلسطينية. عائلة مقداد كلهم مقيمين الآن في دولة الكويت إلا أخت مروة حماد وأولادها وبعض خالتها وعمتها، فإنهم مقيمين إلى الآن في غزة في فلسطين. أما باقي عائلة مروة حماد وخالد مقداد فإنهم مقيمين كلهم الآن في الأردن. متابعينا، خلص الفيديو، أرجو أن هو يكون نال إعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.